زي ما اتكلمت معاكم اهميه بقى المباراه لكولر. مارسيل كولر اشتغل اول سنه كويس، تاني سنه كويس، السنه التالتة كده في ترنح في الاداء. ترنح في الاداء، هي كلمه ترنح لايقه عليه، لايقه على وشه. وهو واقف كده ماسك النوته بيطلب 5 فول وثلاثه طعميه واتنين بتنجان وكتر بصل بقى. ده بالظبط اللي هو بيبقى بيعمله. طب بعد ما بيقعد يشخبط كده، والمشكله ان هو دايما بيجيبوه وهو بيشخبط في الدقيقه 85، اللي هو يا اسطى اللي ذاكر ذاكر. يعني اللي ذاكر ذاكر خلاص، انت لو عندك حاجه تعملها انت كنت عملتها. فمارسيل كولر الماتش ده لو خلص باي نتيجه غير الفوز بفارق اقل من هدفين، يعني هو لو فاز بنتيجه 1-0 مثلا او 2-0، فهو كده كرسي بيتلخلع. اللي هو قاعد لا ماشي، طب الاهلي بيشوف ايه؟ يعني بيشوف سيفيهات مدربين، طب مين مناسب، طب مين يقدر يفيد الاهلي بشكل هجومي في البطولات وفي كاس العالم للانديه. لو فاز باكتر من 2، اللي هو 3-0 مثلا، 4-1، الكلام ده، لا كولر قاعد ومكمل وهيلعب معانا كاس عالم انديه. لو تعادل او لا قدر الله خسرنا، فكولر باي باي، تصحبكم السلامه جوتو هيل في شهر رمضان الكريم. مش عايزين نشوف وشك تاني. انا وكل جماهير النادي الاهلي والاداره واللعيبه وكل حاجه، وخصوصا ان في كلام كتير ان اوضه اللبس في الاهلي مش احسن حاجه، وان اللعيبه مش مبسوطه اصلا مع كولر، وان كولر ما بيديش تعليمات مفيده ولا بيدي اي حاجه كويسه، وطفش لعيبه كتير يعني وزهق لعيبه كتير. ويعني هنتكلم ايه؟ يعني كفايه ان هو دبسنا في مودست مثلا ومشى القندوسي. يعني مودست والقندوسي ومحمد ضوي كريستو اللي كان جاي هداف الدوري التونسي، عيل عنده 18 سنه ساعه ما جه. اللعيبه دي كلها وحاليا بيموت في عمر الساعه. ويوسف ايمن لعبه نص ماتش وطلعه. فاخطائه كتير وغلطاته كتير وعنده بقى وحش. وكمان طريقته في الردود ما بقتش طريقه مناسبه لمدرب النادي الاهلي. عامل كده زي موسيماني، جه فاز بكل حاجه وعمل كل حاجه، واول ما حس ان انا جامد بدأ كده تصريحاته تبقى غريبة مريبة عجيبة. فربنا يستر يعني، والأخ كولر ربنا يهديه بكرة عشان يكمل.